السلام عليكم الاخوان، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. الاخوان قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على ملخص المباراة المثيرة ومباراة القرن بين الأسطورة ليونيل ميسي وكذلك الأسطورة في الجهة الأخرى كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى النصر السعودي. المباراة كتجمع ما بين نجوم الفريق الباريسي وكذلك نجوم الهلال والنصر السعودي. هذه المباراة الودية اللي كتجمع قلت نجوم هاد الفريقين. المباراة عرفت غزارة من الأهداف ما بين الفريقين. ففي الأول افتتح تسجيل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان، ثم عاد رونالدو الظاهرة والأسطورة ليعدل الكفة للنصر والهلال السعودي قبل أن يأتي ماركينيوس المدافع ويسجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان. وبعدها عاد كذلك الأسطورة الحية رونالدو ليسجل الهدف الثاني لنجوم الهلال والنصر السعودي. بعدها جاء اللاعب راموس، فباريس سان جيرمان مليء بالنجوم والأساطير. راموس اللاعب الإسباني الذي سجل الهدف الثالث لنادي باريس سان جيرمان بعدما مجهود خرافي من اللاعب كيليان مبابي، وهذا الأخير اللي خرج منذ لحظات. وبعد ذلك الإخوان المباراة عرفت نزول في رتم المباراة إلى أن سجل المدافع الياباني لهدف التعادل لفريق النصر والهلال السعودي، ثم عاد اللاعب مبابي قبل أن يخرج بتسجيل الهدف الرابع لفريقه باريس سان جيرمان. وبعد خروجه دخل لاعب شاب الذي استطاع بدوره أن يسجل اسمه في لائحة المسجلين وسجل الهدف الخامس لفريق باريس سان جيرمان. هذه المباراة الإخوان هي مباراة قد نصنفوها مباراة القرن 21، فهي تجمع بين نجوم وأساطير الكرة الحديثة وأساطير الكرة العالمية من قبيل ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم قطر 2022، وكذلك لاعبنا المغربي أشرف حكيمي الذي شارك في المباراة أساسيا، مرورا إلى نيمار راقص السامبا البرازيلي، وكذلك الديك الفرنسي كيليان مبابي. في الجهة المقابلة نجد سالم الدوسري اللاعب الذي تألق رفقة منتخب السعودي، وكذلك الأسطورة الحية كريستيانو رونالدو. فالمباراة هي مباراة تاريخية وستبقى في أذهان كل مشجعي الكرة المستديرة. إلى هنا الإخوان نودعكم، وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك كما قلت في بداية الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله. وكذلك ما تنساوش تخليوا الآراء ديالكم في التعليقات باش يكون المحتوى في المستوى.